السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا رجال؟ إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية. ما عاد بشخرج البلاد هذه تقوم القيامة يا جماعة الخير نتخارج. قلدني الله قال هذا ما عاد لنا جلسة. تقوم القيامة نتخارج لكن نضرب خلف الذين نضرب الجن لأن ما وصلنا خلاص. يعني كل يوم مصيبة وكل يوم مشكلة وكل يوم كارثة. يعني ما احناش متعودين حتى نجلس حتى أسبوع ولا شهر يعني واحنا نضحك ونزوج. لازم كارثة، لازم مصيبة. قد أنا بحاول بقدر المستطاع أتجنب يعني المشاكل هذه، لكن ما تقدرش. تجي لك قضية أو مشكلة تجبرك إنك تتكلم عليه أو تنشر عليه. قضية البنت جنات اللي نشرت عليها تقريبا قبل ساعة، محافظة صنعاء، يعني شاب من العمر 29 سنة مزوج يغتصب بنت عمرها 9 سنوات. وين قد حصلت؟ ما قد حصلت لا من قبل ولا هي تحصل أصلا حتى من بعد، إلا عند ناس ما بش معاهم قلوب. تحصل في ناس بعضه داخل صدره ما بش قلب، تحصل حجر ولا مغرف قلب ما بش. بنت 9 سنوات اعتبرها بنتك، اعتبرها أختك. نشرنا عليه قبل شوي ودخلوا بعض الناس يقولوا ليش تشهر بهم؟ ليش يا جماعة الخير احنا واقفين معاهم، وقفنا معاهم نحاول ندي يعني نبلغ يعني بالذي نقدر عليه نوقف، بالذي نقدر عليه نوقف معاهم. اتصلت على أبو البنت قبل نص ساعة وكلمني بالحرف الواحد، قال لي القضية حصلت قبل 4 أيام. قال لي وأسرة الشاب، أسرة الولد معهم زلط، معهم بزنس، يعني أنا ما قدرت لهم. بذي الجاه يا أصحاب البلاد وقفوا مع الرجال هذا وطلعوا حقه بالقانون وبالدولة وبشرع الله، وقفوا معه لما ينفذوا بالشخص هذا حكم الله. إنسان مزوج مغتصب يقام فيه شرع الله، الرجم حتى الموت، هذا شرع الله. لكن معنا مشايخ ما قصروش، يروحوا يتوسطوا على أساس أنه يزوج البنت. قبحكم الله من مشايخ، وقبح الله ذي يطلعكم ودي يخليكم مشايخ. ما بش موجود لا بالشرع ولا بالدين. انت شيخ توسط بقضية قتل بالخطأ، حصلت قضية قتل بالخطأ، توسط مش مشكلة، ادفع لهم الدية، ادفع لهم الدية، ادفع يعني خلوهم يتنازلوا مش مشكلة. لكن أما قضية اغتصاب وتروح تتوسط به، مش قضية، ما بش حاجة اسمها اغتصاب بالخطأ على أساس انك تتوسط به يا سيادة الشيخ. ما بش قضية اغتصاب بالخطأ، هذا قضية اغتصاب أو زنا، أعوذ بالله من الزنا، تقام به مزوج رجم حتى الموت، هذا شرع الله. أما أنك تروح توسط به، يا أخي اعتبره بنتك، اعتبره أختك. قسما بالله لو كان أخت واحد منكم أو بنت واحد من المشايخ اللي راحوا يتوسطوا، أقسم بالله الذي قال لنا الله ما توسط به. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. نداء لكل إنسان في البلاد هذه، إنسان شريف، إنسان نزيه، إنسان عنده ذرة من الإيمان. وقفوا مع الأخ طاهر، وقفوا مع البنت، وقفوا مع البنت لما ينفذ حكم الله. ما نشيش غير حكم الله، حكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مطلبنا، وتحياتي للجميع.